السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل النهاردة مع بعض غريبة العيد السريعة في 10 دقايق بس هتعمليها، وهتطلع معاكي تحفة جدا حتى لو أول مرة تجربيها. هديكي مقادير مظبوطة جدا جدا، طريقة سوا مظبوطة جدا جدا، هتطلع معاكي بإذن الله زي ما انت شايفة وأحلى كمان. ربنا يحسن ما بين ايديكم كلكم. هنعملها بطريقة سهلة عشان الناس اللي بتفشل منها. الغريبة بالنسبة لناس كتير سهل ممتنع، يعني هي سهلة جدا، مقاديرها بسيطة جدا، بس بتبوظ منهم. في ناس بتقول ان الغريبة بتفرش منها، هقولك ايه السبب. في ناس بتقول ان الغريبة بتشقق منها، برضو هقولك ايه السبب. في ناس تطلع معاهم الغريبة ناشفة او دايبة قوي زيادة عن اللزوم. برضو هنقول كل حاجة جوه الفيديو، بس اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وتابعوا معايا الفيديو لحد الاخر. وهنسمي الله ويلا نشوف وصفتنا هنعمل فيها ايه. أول مكون معانا من مكونات الغريبة هي السمنة، وده يعتبر أهم مكون من المكونات، هو ده اللي هيديكي الطعم والريحة بتاعة الغريبة. يعني كل ما استخدمتي سمنة طعمها وريحتها قوي هتديكي غريبة طعمها حلو جدا. ومش معنى كلامي انك لازم تستخدمي سمنة بلدي، لا، تستخدمي اي نوع سمنة بتفضليه، بس تكون ريحتها وطعمها قوية. ما تكونش ريحتها في سمنات كده بتفتحيها، يعني تفتحي العلبة ما بتشميش ريحتها، لا ما تستخدميش دي. اختاري نوع سمنة يكون ريحته قوية، هيخليلك الوصفة بتاعتك ريحتها وطعمها تحفة جدا. هنجيب السمنة نسيحها على النار، تفكيها بس اوعي تسخنيها. بعد كده هتعايري كوبايتين وهي سايحة، وتحطيهم بقى في طبق زي ده كده وتدخليها التلاجة لمدة ساعة. تخرجيها بقى من التلاجة متجمدة زي ما انت شايفة كده، بس لينة، يعني تحطي صباعك فيها كده تلاقيها ايه، لينة، بس متجمدة معانا مش سايحة. فضيت بقى السمنه في البوله بتاعه العجن، وهجيب المضرب الكهربائي. انا دلوقتي لسه ما ضفتش للسمنه اي اضافات، ولا سكر ولا فانيليا ولا دقيق ولا اي اضافات، السمنه لوحدها خارجه من التلاجة زي ما انتم شايفين. بالمضرب الكهربائي هفضل اضرب فيها لحد ما السمنه تتحول معايا كانها زي الكريمه بالظبط. عارفين القوام بتاع الكريم شانتيه اللي بنحطه على التورته او على الكيكات؟ هو ده القوام اللي انا عايزاه. تفضلي تضربي فيها لحد ما توصل معاكي للقوام بتاع الكريم شانتيه. والخطوه دي هي اللي هتنجح لك الوصفه كلها. كل ما تضربي السمنه اكتر، بس خدي بالك اوعي تسيح. لو انت شغاله في مكان حر شغلي جنبك مروحه، او في يعني اشتغلي في حته فيها هوا عشان السمنه ما تسيلش منك وتبوظ لك الوصفه. احنا عايزين السمنه تفضل مجمده وتتحول معاكي للقوام بتاع الكريم شانتيه. كل ما تضربي السمنه اكتر وتبقى معاكي كريميه اكتر، هتخلي الغريبه بتاعتك هشه وخفيفه وملهاش وزن. يعني تمسكي واحده الغريبه كده تحسي ان هي ملهاش وزن في ايدك. تبقى كده الغريبه بتاعتك ناجحه جدا وهيبقى طعمها حلو جدا. انا وصلت بقى للقوام اللي انتوا شايفينه ده، قعدت اضرب حوالي من 7 ل8 دقايق لحد ما السمنه وصلت للمرحله دي. ودي اهم مرحله، اوعي تكسلي او تكروتي في المرحله دي. بعد كده هحط كوبايه من السكر المطحون، ولازم السكر زي ما هقولك كده بالظبط تعمليه عشان تطلع معاكي الوصفه ناجحه ودايبه وناعمه زي ما انت عايزه. لازم تنفذي اللي هقولك عليه دلوقتي بالظبط. بعد كده حطينا معلقه كبيره من الفانيليا السايله، لو ما عندكيش سايله تحطي طرفين من الفانيليا البودره العاديه. السكر بقى، نيجي للسكر. في ناس بتشتكي ان الغريبة بتاعتها بتفرش وحجمها بيتغير وبتبقى ناشفة كده، وبتيجي تاكليها تبقى بتقرقش كده وانت بتاكليها. ايه السبب؟ هو السكر. السكر بتاعك لازم يبقى مطحون ناعم جدا جدا، انعم من الدقيق كمان. سواء انت طحناه في البيت او مشتريه مطحون من بره، لازم تنخليه السكر، لازم تنخليه كذا مرة، يعني مرتين او 3 على قد ما تقدري، تطلعي منه كل الحبيبات الخشنة اللي بتخلي الغريبة في الفرن حجمها يكبر او تفرش، او تيجي تاكليها تلاقيها مش ناعمة ومش دايبة كده ومش الطعم اللي انت عايزاه. السكر هو اللي بيتحكم في حجم الغريبة في الفرن. لازم تطحنيه وتنخليه وتنعميه على قد ما تقدري عشان يديكي النتيجة اللي انت عايزاها. يبقى لحد دلوقتي احنا حطينا كوبايتين من السمنة وكوباية من السكر البودرة ومعلقة من الفانيليا السايلة. هنضرب كويس جدا لحد ما القوام برضو يبقى كريمي، ويبقى بصوا خفيف جدا وهش جدا. اضربي لحد ما تبقى خفيفة جدا معاكي وهشة، اخف كمان من الكريم شانتيه. وبعد كده هنضيف، اما بقى نوع الدقيق اللي المفروض نستخدمه، هو يكون دقيق مكتوب عليه دقيق فاخر ويستخدم لجميع الاغراض او جميع الاستخدامات. هينجح معاكي الوصفه بتاعتك جدا ويخليها طعمها حلو كمان. ما تجيبيش اي دقيق سايب انتي مش عارفه نوعه ايه ولا مكتوب عليه ايه، ممكن يطلع بتاع معجنات مش بتاع حلويات.
ويخلي لك الوصفة بتاعتك وحشة. النوع اللي انا استخدمته ده ب 18 جنيه، موجود ومتوفر، دوروا عليه وهاتوه، هيخلي لكم الوصفة بتاعتكم حلوة وهيريحك جدا وانتي بتشتغلي بإذن الله. بعد كده بقى هبتدي انزل بالدقيق بتاعي كوباية كوباية. ما تنزليش بكمية الدقيق كلها مرة واحدة عشان تتأكدي ان انتي عجنتي كويس وكل الدقيق اختلط مع كل السمنة. اول كوباية بس اللي هلم كده الدقيق بالسمنة بالمضرب، عشان بس العجينة تبقى مش ملزقة قوي وما تبهدلش ايدك وانتي بتعجني. بعد كده هنشيل المضرب خالص وهننزل بقية كوبايات الدقيق واحدة واحدة ونقلب لحد ما الدقيق يختفي تماما. هتلاقي العجينة مفتفتة كده شوية، هي عجينة الغريبة بتبقى كده. اوعي تضيفي اي حاجة او تفكري تضيفي لبن او مية او اي سوائل، ما بيتضافلهاش اي حاجة، ولا بيكنج باودر ولا نشا ولا اي حاجة خالص غير المكونات اللي انا قلتها لك. هقولها لك تاني. احنا استخدمنا في الوصفة بتاعتنا 4 كوبايات من الدقيق المنخول، كوبايتين من السمنة السايحة وبعدين دخلناها التلاجة تتجمد، كوباية واحدة من السكر البودرة المنخول كويس جدا، معلقة من الفانيليا. هي دي كل المقادير وكل المكونات، وإن شاء الله هتطلع معاكي مظبوطة جدا. حتى لو أول مرة تعمليها، جربوها بنفس الطريقة بنفس الحاجات اللي قلناها، إن شاء الله تنجح معاكوا جدا. دلوقتي بقى هننزل بالكوباية التانية من الدقيق ونقلب كويس جدا لحد ما تختفي برضو زي اللي قبلها، وبعد كده هننزل بايه بالكوبايتين الباقيين ونبتدي بقى نقلب بايدينا. وهتشوفوا معايا دلوقتي شكل العجينة اللي هنوصل له هي بيبقى شكلها عامل ازاي، عشان ما تقلقيش وانتي بتشتغلي لو اول مرة تعمليها. ما تقلقيش وتفكري ان العجينة بتاعتك ناقصة حاجة. لو وصلتوا معايا لحد هنا ده معناه ان الفيديو عجبكم وعايزين تكملوه. يا رب ما تنسوش اللايك واكتبوا لي كلمة حلوة كده وقولوا لي رأيكم في الوصفة بتاعتي، وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس لو أول مرة تشوفوني، عشان توصلكوا كل الوصفات الجديدة اللي هتنزل بإذن الله على القناة. وكمان لو عايزين تشوفوا أي حاجة من الوصفات اللي فاتت أتمنى تشوفوها وتكتبوا لي إيه رأيكم. دلوقتي بقى وصلنا لآخر كوباية من الدقيق نزلناها، وهنشيل بقى المعلقة خالص ونبتدي بقى بإيدينا كده بطراطيف صوابعنا. هنبتدي نخلط الدقيق مع السمنة. العجينة دي ما بتتعجنش، انت بس اتأكدي ان الدقيق كله اتخلط مع السمنة ومفيش اي دقيق كده في الطبق في الحرف او من تحت، وهيبقى كده العجينة بتاعتك تمام. هي بتحسوا ان هي عجينة مفتفتة كده شوية. بس دلوقتي هقول لكم هنعمل ايه عشان نشكلها بكل سهولة وما تفضلش مفتفتة كده معانا وتتعبنا واحنا بنكورها او بنشكلها. هكمل عجن فيها كده والمها ونشوفها مع بعض. ده شكلها بعد ما لميتها كده كويس. زي ما انتم شايفين هي بتفضل مفتفتة كده وفكة من بعضها، لاني ما تنسيش ان العجينة ما فيهاش اي سوائل تمسكها في بعض. بس هي كده تمام. اوعي تفكري تضيفي اي حاجة تانية ولا سوائل، ما بيتضافلهاش اي سوائل خالص. هناخد بقى حتة من العجينة كده وكوريها ونختبرها. تعمليها كده بصباعك نشوفها هتشقق، هتتفتفت مننا. بصوا لما كورتها بقى وعملتها بصباعي كده متماسكة وجميلة، وهي دي العجينة المظبوطة جدا بتاعة الغريبة. بإذن الله بإذن الله لما تجربوها هتعجبكم جدا. بس جربوا نوع الدقيق اللي قلتلكوا عليه والسمنة تكون نوعها كويس وهتاكلوا أحلى غريبة في الدنيا. بعد بقى ما بنعمل العجينة كده بنلمها ونعجنها كويس جدا. خطوة مهمة جدا ان احنا ندخلها التلاجة 10 دقايق، وده شكلها بعد ما خرجت من التلاجة بعد 10 دقايق بالظبط. هنبتدي بقى نشكلها الشكل اللي انت عايزاه. انا بحب شكل الغريبة العادي اللي هو نعملها كورة كده ونحط لها اي حاجة في النص بضغطة خفيفة، تبقى هي دي الغريبة اللي شكلها عادي جدا. في ناس بقى بتحب تشكل وتعمل اشكال تانية، براحتك خالص. دلوقتي بقى بعد ما خرجنا العجينة من التلاجة بتبقى ساقعة كده والسمنة بتبقى مجمدة. بناخد بقى كل قطعة من العجين كده على حسب بقى الحجم اللي انت عايزاه، نفضل نضغط عليها بايدينا لحد ما تاخد درجة حرارة ايدك وتبقى سهلة التشكيل. تبتدي بقى تكوريها وتضغطي عليها كده بصباعك ضغطة خفيفة. هتلاقيها ان شاء الله مقاديرها مظبوطة جدا، ولا هتشقق ولا هتتفتفت منك ولا اي حاجة. هتبتدي بقى تشكليها كده ونرص الغريبة في صواني مش مدهونة اي مادة دهنية ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة خالص. بترصي الغريبة بتسيبي بينها مسافات، وبيبقى معاكي بقى مكسرات او اللؤلؤ بتاع التزيين او اي حاجه بتحبي تزيني بيها. ما عندكيش يبقى هتسيبيها فاضيه، في ناس بتحبها فاضيه ما فيهاش اي حاجه. هنحطها في الصينيه كده ونسيب مسافات، وبعدين لما نخلص الصينيه كلها بنحط بقى الحاجه اللي هنزين بيها في النص، او لو مش هنزين بنضغط ضغطه خفيفه كده بصبعنا في نص الغريبه.
هكمل بقى الصينية كلها بنفس الشكل، بس راعي ان انت تسيبي مسافات بين كل واحدة وواحدة عشان تستوي من كل الجناب. هنكمل بقى الصينية ونبتدي نزينها، بس على ما نزينها هدخل الطبق اللي فيه العجين في التلاجة، مش بسيبه جنبي عشان ما تسيحش او السمنة تسيل مني. هدخله التلاجة عشان احافظ عليه وعشان تبقى مخرجة من التلاجة اكمل الصينية اللي بعدها تبقى سهلة التشكيل. وده شكل الصينية بعد ما خلصتها كلها، شكلها حلو جدا، ريحتها قوية جدا وهي نية، ما بالكوا بقى لما تستوي. اهم حاجة زي ما قلتلك نوع السمنة تكون سمنة ريحتها حلوة، هتطلع معاكي الغريبة تحفة جدا. جبت بقى اللولي بتاع التزيين ده، بيتباع عند اي حد بيبيع مستلزمات حلويات، في منه الذهبي وفي منه الفضي وفي منه نجوم وفي منه اشكال كتير قوي، تختاري اللي انت عايزاه. بس بصراحة انا كان عندي الحبة دول من السنة اللي فاتت، عندي حبة صغننين كده باقيين من السنة اللي فاتت، كنت حطاهم في الفريزر، طلعتهم وهزين بيهم. وهكمل بقى بمكسرات، عندي لوز وعندي بندق، هكسر كل واحدة نصين، يعني اللوز نصين والبندق نصين، وهكمل بيه التزيين بيبقى شكلهم برضو حلو جدا. هكمل الصينية دي وادخلها التلاجة على طول لحد ما اخلص بقية العجين، وابتدي بقى اسوي كله مع بعضه. وهنشوف دلوقتي هنسوي ازاي مع بعض. يا رب تكونوا عملتوا لايك وكتبتوا لي كومنت حلو كده من ايديكم. خلصت كل كمية العجين وبزين كده زي ما انتوا شايفين بالمكسرات وباللولي لحد ما اخلص كل الكمية. الصينية اللي دخلتها التلاجة اول واحدة هطلعها هتبقى اول واحدة في الفرن، وهسيب الباقي كل ما اجي اسوي واحدة في الفرن اطلعها من التلاجة، مش بطلع كلهم جنبي وادخل واحدة واحدة، لازم يبقوا في التلاجة وتطلعي اللي عليها الدور تحطيها في الفرن. الغريبة المفروض تدخل الفرن وتخرج نفس الشكل، ولا لونها يتغير ولا شكلها يتغير ولا تكبر ولا تصغر ولا تاخد لون ولا اي حاجة. بتظبطي الفرن على 10 دقايق بالظبط وتطلعي الصينية من غير ما تبصي عليها ولا تقلبيها ولا كده ولا كده، 10 دقايق بالظبط وتطلعيها. ما تلمسهاش خالص غير بعد حوالي نص ساعة لما تكون بردت تماما، ودوقيها هتلاقيها استوت وكله تمام. 10 دقايق بالظبط، لو فرنك واطي قوي يبقى 12 دقيقة، ما تزوديش الوقت عن كده عشان ما تاخدش لون وتبقى طعم. ده شكلها بعد التزيين، شكلها ما شاء الله تحفة جدا جدا. المفروض انها تدخل الفرن وتخرج بنفس الشكل. هنحطهم بقى في التلاجة ونسخن الفرن ونخرج الصينية اللي عليها الدور تدخل الفرن والباقي يفضل في التلاجة زي ما هو. 10 دقايق بالظبط على درجة حرارة 180، وتطلعي الصينية وتحطي الصينية اللي بعدها من غير ما تقلبي فيها ولا تقلبيها تشوفيها استوت ولا لأ. وبعد ما تبرد خالص هتقلبيها أو تدوقيها هتلاقيها طعمها تحفة واستوت وكله تمام. سخنت الفرن بتاعي وبعد كده ظبطت الحرارة على درجة 180 وظبطت التايمر على 10 دقايق بالظبط. هدخل أول صينية عملتها، كانت طبعا أول واحدة دخلت التلاجة، هندخلها 10 دقايق بالظبط نطلعها ونظبط التايمر على 10 دقايق كمان وندخل الصينية اللي بعدها، وهكذا لحد ما نخلص بقية. ده شكل الصينيتين اللي خرجوا من الفرن، التالتة لسه في الفرن ما خرجتش. بصوا شكلها بقى ما شاء الله تحفة جدا، ولا مشققة ولا متكسرة ولا خدت لون، زي ما دخلت زي ما خرجت. كبرت بس سنة صغيرة، هو ده العادي انها تكبر سنة صغيرة، لكن ما بتكبرش قوي او ما بتاخدش لون عن كده. 10 دقايق بالظبط وتخرجيها بالشكل ده. حلو بقى نشوف الغريبة بتاعتنا بعد ما بردت خالص بعد حوالي ساعة. اوعي تفكري تحركيها من مكانها او تنقليها من الصينية وهي سخنة، لان ايدك هتبصم فيها والشكل الحلو اللي انت شايفاه ده هيبوظ منك. عشان تفضل محافظة على شكلها سيبيها تبرد خالص، ما تحركهاش من الصينية قبل ساعة واكتر كمان براحتك خالص. لما تبرد خالص تبقي تنقليها من الصينية. شكلها زي ما انتم شايفين تحفة جدا، واخدة لون خفيف خالص من تحت، من فوق بيضة زي ما هي، ولا مشققة ولا متكسرة ولا ناشفة، دايبة دوبان كده، وطعمها حلو جدا وريحتها قوية جدا جدا. جربيها بنفس الطريقة وبنفس الخطوات ان شاء الله تظبط معاكي من اول مرة. يا رب بقى تكون الطريقة عجبتكم. افتكر بقى بعد الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده استاهل تعملوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت حلو كده تشجعوني اني انزل لكم وصفة البيتي فور. لو لقيت تفاعل على الفيديو ده كتير هننزل بالبيتي فور برضو، بيتي فور سريع واقتصادي، وبإذن الله الطريقة والوصفة كلها هتعجبكم جدا.
شجعوني بس في الفيديو ده، اعملوا لي لايك وشير كتير لاصحابكم وحبايبكم اللي لسه ما عملوش الغريبه عشان يجربوها بالطريقه دي وقولوا لي رايهم. واشتركوا وفعلوا زر الجرس لو لسه مش مشتركين في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. وده الشكل النهائي للغريبة بتاعتي، شكلها تحفة جدا، طعمها جميل، ناعمة ودايبة دوبان كده. وفعلا فعلا من الوصفات السهل الممتنع، سهلة جدا، بس في ناس كتير ما بتعرفش تعملها. جربوها بطريقتي بإذن الله هتظبط معاكم جدا. تقدري بقى تحفظيها في علبة كرتون كده، لحد العيد مش هيحصل لها اي حاجة. بس اهم حاجة ما تحطهاش في مكان حر ولا مكان مقفول ما فيهوش تهوية. تحطي الكرتونة في مكان متهوي كويس عشان ما تسيحش ولا شكلها يتبهدل. هتفضل معاكي لحد العيد بإذن الله، محافظة على شكلها وطعمها هيبقى حلو جدا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى اللايك زي ما قلت لكم. واشوفكم في الفيديو اللي جاي بإذن الله بتاع البيتي فور، استنوني. واسيبكم في حفظ الله ومع ألف سلامة.